حصيلة كرة القدم في دقيقة واحدة. توتنهام يتعادل مع برايتون بهدفين لكل فريق، ويتجمد رصيد توتنهام ب 31 نقطة بالمركز 18 في مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية. بينما مانشستر يونايتد فاز على تشيلسي بهدف وحيد عن طريق كونيا البرازيلي ليصل إلى النقطة 58. مانشستر يونايتد في المركز الثالث، بينما تشيلسي يستقر في المركز السادس المؤهل إلى الدوري الأوروبي. مدرب تشيلسي ليام روزينيور يخسر في 4 مباريات على التوالي ولن يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي. في إسبانيا، في نهائي الكوبا ديل ري بين ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد يفوز بلقب كأس ملك إسبانيا 2026 على حساب أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا. القمة المنتظرة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وأرسنال بالدوري الإنجليزي. اليوم في ملعب الاتحاد سوف تلعب المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. هذه المباراة مهمة فاصلة بالنسبة لأرسنال حتى يتوج بالدوري الإنجليزي بشكل كبير، وكذلك فاصلة بالنسبة لمانشستر سيتي في اللحاق بأرسنال ومعادلة أرسنال بالنقاط. وراح تكون ريمونتادا تاريخية لمانشستر سيتي إذا فاز بهذه المباراة، خصوصا أن مانشستر سيتي عنده مباراة مهمة ومؤجلة. مانشستر سيتي عنده النقطة 64، أرسنال عنده النقطة 70. إذا عجبتكم فقرة الحصيلة لايك ومتابعة مشاهدة ممتعة.